بحتة القماش الصغيرة دي هنعمل حتة فكرة شكلها بجد روعة ونتيجتها خطيرة، تنفع كمان تعمليها مشروع من البيت. صدقيني هتبقى مطلوبة جدا. طول القماشة 45 سنتي، عرضها 37 سنتي. هنتني الأحرف بتاعتها من ناحية العرض، يعني ده الجزء اللي هو 37 سنتي. احنا هنتنيه تانيتين جوا بعض من الناحية دي والناحية اللي قصادها، بس الناحيتين دول تانيتين جوا بعض بالشكل ده. تانيتين يعني يبقى العرض بتاعهم بتاع سنتي كده او سنتي ونص، تبقى عريضة مش رفيعة. الجنبين التانيين اللي هم طولهم 45 سنتي، انا جبت شريط قماش عادي جدا، قصيته حتى تلاقوه مقصوص كده مش مستوي عادي. هعدي بالحرف كده بالظبط على الحرف بالمكنة، هركبه عليها، وبعد كده هرجع اتنيه تانيتين جوه بعض بالشكل ده، بحيث ان هو يعني يدي اطار لونه باللون. بس انا كنت عايز ادخل لون الفوشيا فعملت له اطار بالشكل ده. ده بديل شريط البيه. لو انت مش عندك شريط بيه، الفكرة دي جميلة جدا، بتدي شكل نظيف جدا وجميل ومتقفل شكل حلو كمان. هركب الاستك هنا بعد 4 سنتي من هنا ومن هنا، هكشكشها كده بالاستك من الناحيتين، وهرجع اركب الجنبين اللي انا كنت تانيهم تانيتين جوه بعض، هركبهم فوق بعض. هحط التانيتين فوق بعض وهقفل حوالي 6 سنتي. يعني هنقفل من اول اللون الفوشيا لحد بعد الاستك بسنتي واحد. بعد الاستك بسنتي، ده الجزء اللي انا قفلته اهو، شايفين؟ الناحية التانية نفس الكلام، هحط التانيتين فوق بعض بالشكل ده وهقفل 6 سنتي. نيجي بقى للخطوة بتاعة التزيين. هعمل فيونكتين كده من حتتين تل نفس اللون الفوشيا، برضو هركبهم هنا فوق التانية من هنا ومن هنا. واستخدمت كمان شريط التزيين الورود ده لونه فوشيا، حطيته على الجزئين المفتوحين دول. وبس كده خلصنا الفكرة. علبة مناديل على شكل بونبونية، خطيرة وعملية وحلوة قوي وشكلها جديد، شكلها بجد رائع في الاستخدام. بصوا لما هنركب فيها علبة المناديل، بصوا القمر شكلها رقيق خالص وحلوة قوي. ممكن تعمليها لعندك في البيت لكل أوضة مثلا، وممكن تعمليها كمشروع من البيت. بجد هتبقى جميلة جدا، لان كمان الستات او ستات البيوت بيحبوا الحاجات اللي بتتغسل العملية، فدي هتبقى حلوة قوي. شكلها لطيف جدا وفكرتها سهلة، جربوها واستنوني في الافكار الجاية.